من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اخواني الكرام الاعزاء المحترمين جميعا، اهالي الحيدريه بكل اطيافهم، كل عشائرهم، اهل الصنعات، اهل الحرف، تجار وغير تجار، بما فيهم الناس اللي قسم منهم اللي موجودين بالدوله، الكل اجتمعوا على احياء النفس المحترم اللي هو اخونا المريض مصطفى. عنده ضمور بالكليات وعمليته تكلف ما يقارب 70 مليون، وهذا الاجتماع المبارك ان شاء الله تقريبا العمل متواصل صار له يومين، تم جمع مبلغ قدره تقريبا 15 مليون الا او 15 مليون وشويه. فالمطلوب انه 3 اشهر كون 3 اشهر اذا ما تمت الامور الطبيه كلها ان شاء الله هذا الشيء ما يصير، الرجل اكيد يفارق الحياه، واحنا هذا الشيء ما نريده، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. المطلوب من اخوتنا في ناحيه الحيدريه انه يتعاونون ويا اللجنه اليوم اللي اجتمعت، او اللجان او الفرق اللي اجتمعت ببيت الحاج فايز ابو علي، والحمد لله رب العالمين تقسمت الى عده فرق، فريق منهم على حي التحدي، وفريق على الشارع العام، فريق على الجدول، فريق على الناحيه القديمه، فريق على حي الزهراء والقاسم والسلام، وهكذا. المطلوب من اهالي الحيدريه جميعا ان شاء الله التعاون مع هاي الفرق، وان شاء الله خلال فتره وجيزه اذا 3 ايام جمعنا 15 مليون نقدر خلال هاي ال5 ايام او 6 ايام الباقيه نجمع المبلغ متكامل. وهناك فريق عمل ان شاء الله راح يكون مع المريض، وان شاء الله يبقى وياه الحين ما يتمم العمليه، وان شاء الله يجب الشفاء العاجل. واعتقد ان شاء الله اجتماعكم وتعاونكم وتكاتفكم وتعاضدكم مع هذا المريض هو اقرب عمل مرضي لله عز وجل ولاهل بيته، وهذا ما يريده الله عز وجل. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وقضاء حاجه المسلم امام الله عز وجل، الله عز وجل ينادي ما الساعي في قضاء حاجه، تخيل المسلم كالساعي بين الصفا والمروه، والثواب ان شاء الله على الله، وبتكاتفكم ان شاء الله تتم العمليه وبنجاح، وقدر الامكان نوفر الفرحه والبسمه على عائله هذا الشخص اللي هو يعني قاعد بنصنا وبنصهن، وقاعد بالتجاوز اللي بحي السلام، وهي الكلمه ولا مهينه، ووالده معاق، وان شاء الله كلنا يد واحده مع هذا المريض، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.